طبعا رجاله مفيش ست هتتجوز 4. قوس كثير العلاقات ومحب للمرأة ومحب للزواج، فعنده استعداد. عايزة أقول لك كمان حمل ممكن يتجوز 2. السرطان ممكن رجل السرطان يتجوز 2، بس الثانية هتكون في الخفاء، لأن السرطان ما عندوش قدرة على المواجهة، فيوم ما هيعدد هتبقى فيه الثانية أو الزيجة الثانية أو الجنسية هتبقى في الخفاء. الحوت عنده استعداد للتعدد زي رجل السرطان، هيبقى ما عندهمش القدرة على المواجهة. يبقى احنا معانا حمل ممكن يتعدد ويواجه، عندنا القوس يتعدد ويواجه 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 ولا يفرق معاه، عندنا السرطان هتبقى عنده الرغبة في ان هو لأنه محب للمرأة وللجمال. عندنا الميزان، رجل الميزان عنده استعداد كبير للتعدد لان كوكبه الحاكم فينوس محب للجمال، جمال مرأة، جمال الجسم، جمال شكل، فممكن رجل الميزان يعد. الست اللي ممكن تنهي علاقة وتتزوج الكثيرة العلاقات جوزاء. بس انا عايزة اقول حاجة، الجوزاء دايما اقول ان هي علاقاتها مش مستقرة غصب عنها، يعني هي حظها قليل في العلاقات، فبالتالي بتلاقي في علاقه بتفشل وبتدخل في الثانيه. فمن نفس اللي انا قلتهم حظهم قليل في الحب، هي ممكن تدخل في كذا علاقه. الجوزاء والميزان السيدتين دول عندهم بتلاقي دايما العلاقه الاولى بيبقى في بعدها ثانيه وساعات ثالثه وساعات رابعه كده.